ماذا لو بدأ البشر في تطوير قدرات خارقة عشوائية؟ تخيل كده لو في يوم صحينا لقينا البشر بدأوا يطوروا قدرات خارقة بشكل عشوائي، مش بقرار منهم ولا تجربة علمية، لا، فجأة كده كل واحد فيهم بيصحى يلاقي نفسه عنده قوة غريبة مختلفة عن أي حد تاني. هتلاقي واحد يقدر يتحكم في الجاذبية، وواحد تاني يقدر يوقف الزمن بس لمدة 3 ثواني، في اللي يقدر يختفي بس كل ما يعمل كده بينسى حاجة من ذكرياته، واللي يقدر يقرأ أفكار بس مش أفكار الناس، أفكار الحيوانات. العالم هيبقى فيه فوضى تامة، ناس هتحاول تستغل قدراتها وناس هتخاف وتستخبى، والحكومات مش هتعرف تسيطر على الوضع. تخيل لو واحد في المرور عنده قدرة انه يوقف كل العربيات بضغطة زرار في دماغه، او حد شغال في الامن يقدر يعرف المجرم من نظرة واحدة. لكن برضه هتلاقي ناس بتحاول تستغل القدرات دي في الخير، واحد يقدر يعالج الامراض بلمسة، واحد يقدر يوفر الاكل من الهواء للناس الغلابة. الموضوع هيقلب حرب سرية بين اللي عايزين يستخدموا القدرات لمصلحتهم الشخصية واللي شايفين انهم لازم يحافظوا على التوازن في العالم. وممكن كمان تظهر منظمة سرية بتحاول تجمع كل أصحاب القدرات عشان تفهم أصل الظاهرة دي وإزاي تتحكم فيها. بس السؤال الحقيقي، لو صحيت بكرة ولقيت عندك قدرة خارقة، يا ترى هتكون إيه؟